بينا نعمل كشك الرز بطريقة سهلة وبسيطة وهتعجبكم جدا. شايفين شكله عامل ازاي؟ يلا بينا. وما ننساش نشترك في قناة يوميات الحاجة بتعة واللايك والشير. يلا بينا ونقول بسم الله. يلا بينا نبتدي في الكشك. معانا الشوربة بتاعت فراخ، دول 3 كوبايات كبار من الشوربة. هننزل عليهم بنص كوباية من الرز المصري المغسول. هنسيبه لحد ما يستوي معانا زي اكننا بنعمل رز بلبن، بس ده الكشك المصري. هنجيب طاسه فيها شويه من الزيت، هنسخنها. هنجيب البصل بتاعنا مقطعينه جوليان بالشكل ده، حطينا عليه معلقه بس واحده دقيق، وهنحطه على الزيت. ننزل بالبصل بتاعنا. ايوه كده اما ابتدى يستوي بقى هنجيب كوبايه زبادي، هننزل عليها ب3 معالق كبار دقيق، هنقلبهم كويس، وهننزل عليها بربع كوبايه حليب لحد ما تبقى بالقوام ده. هننزل عليها وننزله على الكشك بتاعنا، هنقلب كويس. الكشك بقى بتاعنا خلص، هننزل عليه بشويه من البصل اللي احنا حمرناه بالشكل ده كده اهو. هناخد منه شويه صغيرين، هننزله في الكشك ونقلبه، هنغرفه بقى. بصوا شكله عامل ازاي، جميل جدا. وما اقولكوش بقى طعمه، يعني احنا دقنا منه واحنا شغالين فيه، بصراحة تحفة، طعمه جميل جدا. ما ننساش اللايك والشير ونفعل الجرس في يوميات الحاجة بتعة. ولو عجبتكم قناتي اشتركوا فيها.